بضم ضيفة أخرى من الجمهورية التونسية، أم الأصول التونسية طبعا، باحثة في الشأن الإسلامي، وأيضا محاورة لأجل أنه إيصال فكر أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. نرحب بكم أجمل ترحيب ومباركين إن شاء الله في ولادة بضعة الرسول مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام. وعليكم السلام. أولا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونعطر مجلسنا بالصلاة على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. هذا المهرجان أتاح لنا فرصة لنتجمع نحن النساء الشيعيات خاصة، وحتى هنالك من رأيت من مذاهب أخرى ما شاء الله، يعني أتوا ليحتفلوا بميلاد الزهراء سلام عليها الله السلام. عليها. نعم. أصبح هذا المهرجان كقبلة للنساء مهم. كي تخرج ما في قلبها وما في عقلها وفكرها أيضا أحسنتم. وتوصله إلى الآخرين. نعم. هذا المهرجان جدا رائع، أشكر القائمين مهم. عليه الحمد لأنه لله. أتاح لنا فرصة كبيرة مهم. ليرى العالم مكانة المرأة في الإسلام، ويضعون النقاط على الحروف نعم. كي يعرف العالم أن المرأة في الإسلام ليست مجرد كائن يعيش ليموت أو فقط لإنجاب الأطفال، بل بالعكس المرأة كيان، المرأة مدرسة، مهم. كما كانت مولاتي الزهراء عليها سلام الله السلام. عليها. ولا ننسى طبعا ست أنه أغلب اللجان المشاركة طبعا في هذا المهرجان، سواء كان من اللجان التحضيرية والتنظيمية أو حتى المشاركات في هذا المهرجان، على ما أعتقد 70% من نساء. وعلى أمل أنه تأمل الأمانة العامة للعتب الحسيني يكون 100% إن شاء الله بكل تفاصيل هذا المهرجان. إن شاء الله سوف يكون نساء لإيصال رسالة مثل ما ذكرتم أنه المرأة اليوم قادرة على إثبات حضورها طبعا في المجتمع الإسلامي وأيضا المجتمع العالمي بصورة عامة. أعتقد هذه زيارتكم الأولى للعراق. نعم، هذه الزيارة الأولى. نعم. اليوم أكيد طبعا شهدتوا الانطلاقة الأولى طبعا الافتتاحية بجامعة الزهراء. ماذا وجدتم بهذا المهرجان، خصوصا يعني حضوركم الأول للعراق وأكيد لهذا المهرجان؟ نعم. شاهدنا اليوم في المهرجان وخاصة في الافتتاحية اليوم، رأينا حضور النساء أولا من جميع أنحاء العالم، أمهات الشهداء، دكاترة ما شاء الله، يعني عدد كبير من من النساء. الأكاديميات. نعم. عدد كبير من النساء المتعلمات المثقفات. أيضا رأينا أيضا حفاظ القرآن. يعني أمور صدقا، يعني لعل في بلدي تونس عندنا حفاظ قرآن، مهم. عندنا الكثير من هذه الأمور التي شاهدتها الآن، لكن ما شاهدناه اليوم له طعم خاص، أها. ليس كباقي ما هو المهرجانات. السبب أنه هناك طعم خاص؟ هل بسبب أنه اقترانه بشخصية السيدة الزهراء عليه السلام، أو لعله هناك سبب آخر؟ أولا اقترن بشخصية الزهراء عليها السلام، وهي أعظم امرأة في الوجود سلام الله بالنسبة عليه. لي، سلام الله عليها. نعم. النقطة الثانية أني تشرفت بأن أكون بجانب سيدي ومولاي الحسين سلام الله عليه، سيد الشهداء والإمام العباس. يعني هذه الأجواء جعلت فينا جعلت في كل شيء نكهة خاصة. أها. كل شيء، شربة الماء لها نكهة خاصة. سبحان الله. إن شاء الله يعني تزدادون من هذه الثقافة وهذه الروحانية الجميلة جدا. وذكرت قبل قليل طبعا الأستاذ ملاك أنه اللي يستمع واللي يشاهد عبر مواقع ووسائل الإعلام، غير أنه اللي يحضر هذه المهرجانات، مجرد وجوده على أرض الحسين على كربلاء أو في كربلاء طبعا لفد أجواء جدا خاصة، والأشخاص اللي دا يشاركون هم اللي يعلمون عن ماذا نتحدث. طيب، يعني انطباعكم عن هذا المهرجان بداية بكل ما قدم اليوم إن شاء الله وتواصل اليوم غد. نعم، هذا المهرجان أتمنى أن يتسع أكثر. مهم. أتمنى أن يكون يعني نفس المهرجان حاضر في دول أخرى أها. كي يتعلم الناس أخلاق أهل البيت، حتى في تعامل المضيفين لنا، تعامل جدا راقي، مهم. كرم، أخلاق، أدب. يعني رأينا أخلاق الزهراء فيهم، سلام الله عليه. ليس فقط مجرد مهرجان أنه اسم الزهراء يذكر فقط فيه، لا، بل رأينا جزء. لا نستطيع أن نقول أن هنالك من تتسم أو يتسم بأخلاق الزهراء عليه السلام، لا،
لكن رأينا جزء كبير من أخلاق الزهراء عليه السلام في القائمين على هذا الحمد المهرجان. لله. طيب رأيكم أو يعني قد يكون أنه فكرتكم عن أنه هذا المهرجان بالذات مهرجان كوثر العصمة بنسخته الثالثة في العام الثالث على التوالي في نقل الرسالة الحقيقية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى العالم أجمع. يعني دورة خصوصا أنه تنوع الضيوف مثل ما جنابكم أنه من الجمهورية التونسية، من لبنان، لعله من دول أخرى اليوم تشارك في هذا المهرجان. نعم، الكثير من النساء رأيناهم والتقينا بهم وتعرفنا عليهم. صدقا كل شخصية أتت إلى هذا المهرجان من هؤلاء النسوة لها قصة خاصة، كل واحدة تتحدث عن خاصة لعلي أبالغ قليلا في ذكر المتشيعات، لأنه نحن من بحثنا عن أهل البيت سلام الله عليهم لم نولد ونخلق شيعة لعلنا، لكن نحن بحثنا عنهم ونحن اخترناهم وهم اختارونا أيضا. هذا أكيد. كل امرأة من هؤلاء النسوة التي حضرت في هذا المهرجان تحدث وتصف ما عاشته وما الذي غير حياتها مذ تشيعت أو مذ عرفت الزهراء عليها السلام ومذ عرفت أهل البيت وأخلاقهم. كل واحدة منا غيرت لها الزهراء عليها السلام حياتها، فوجودنا في هذا المهرجان غير فينا أكثر وزادنا. لعل كل واحدة منا تعلمت أمر لعله وإن شاء الله القادم أفضل. يعني كون اليوم هو الأول للقسم النسوي، يعني يوم لكن هذا اليوم أحسسنا فيه إحساس لم نشعر به طوال سنين وتعلمنا أشياء ملموسة ومحسوسة، لأنه ليس مثل السمع أكيد أو البصر من مكان بعيد كالتواجد في قلب الحدث. يعني هذا غير فينا أكيد أحسنتم. الكثير. نعم. طيب كحضور يعني أحب أنه أسلط الضوء أكثر، خصوصا أنه الوفود الأجانب اليوم من الدول العربية وغير العربية، بما أنه المهرجان هو دولي عالمي. يعني ما مدى أهميتهم اليوم في نقل الصورة الحقيقية إلى العالم يعني أجمع؟ ممكن أنه بدل ما واحد حضر في هذا المهرجان راح يعني يتغيرون على إيده، فتكون أنه 10 أو 100 أو قد يكون أكثر من هذا العدد، كونه هو تأثر بما شاهده وبما أنه عاش من أجواء فيه. نعم. وسائل الإعلام تنقل وأنتم مشكورين على جهودكم خدمتكم، لكن أيضا عندما ترى شخص على أرض الواقع كيف يتصرف وكيف تغير نمط حياته أو كيف تغير أسلوب معاملته مع الناس مع أهله، هذا يبين حقيقة هذا الدين وهذه العقيدة الصلبة. عندما تعود أي واحدة منا إلى بلدها أكيد ستتحدث عن ما رأت وما شاهدت وما شعرت به أيضا، وتنقل ذلك بلسانها، وأيضا ستنقله إن شاء الله سننقله جميعا بتصرفاتنا للأمور التي رأيناها، للأمور التي تعلمناها. هذا يساعد على نشر مذهب أهل البيت أحسن، ويساعد في تعريف الناس بأخلاق أهل البيت، لأنه النبي صلى الله عليه وآله جاء ليبين لنا مكارم الأخلاق، وهذه الأخلاق جسدت في فاطمة وعلي والحسن والحسين صلوات ربي وسلامه سلام الله عليهم أجمعين. صراحة نسيت أنه يعني أنتم تتحدثون تخطر على بالي، ذكرتم قد يكون لم يكن بالسنوات الكثيرة دخلتم إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام والتشيع، واللي بالتالي إحنا نقول هو توفيق من الله تبارك وتعالى، يختار ما يشاء من عباده. إن وجد هناك إرادة وتغيير حقيقي من الإنسان هو يريد أن يهتدي، ونتذكر الآية القرآنية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب كيف أصبحتم محاورة بحيث أنه توصلون رسالة أهل البيت عليهم السلام؟ واقعا هذا الأمر لا يأتي إلا من إنسان صاحب عقيدة قوية، خلينا نقول أنه نشأ وترعرع في أسرة محبة لأهل البيت عليهم السلام، بحيث أصبح بهذه العقيدة القوية أصبح محاور وأصبح داعية وأصبح ينقل رسالة أهل البيت عليهم السلام. من أين جاءتكم هذه الإرادة القوية والعزيمة والإصرار أيضا طبعا بمواصلة الطريق؟ سأبدأ من حيث انتهيتي. من أين أتتني هذه العزيمة؟ بكل سهولة وبساطة من الزهراء عليها السلام سلام الله عليه ومولاتي زينب سلام الله عليهما. هذه الإرادة أتتني الحمد والشكر لله. لكن قبل ذلك
قبل أن أعرف التشيع بحثت في أديان، بحثت في مذاهب. كان أمر صعب جدا ويحتاج وقت حتى للشرح، لكن بحثت إلى حين تأكدت قلبا وقالبا وعقلا، ليس مجرد أنه جانب عاطفي جذبني إلى أهل البيت سلام الله عليهم، لا، كان الأمر عقلي أيضا، لأنه بداية بحثي كان في شك فيما رأيت وما سمعت وما درست، وكان في شك. من أين أتت لكم القدحة الأولى أو الفكرة لابد هنا من أبحث، لابد هنا من يعني قد يكون هو مفترق طريق؟ بداية بحثي ليست بحث. أولا في الصف الرابع درسنا آية الوضوء. كيف لله سبحانه وتعالى أن يقول لنا امسحوا، والشخص الآخر يقول امسح، وهي فرض عين، وفرض العين لا زيادة ولا نقصان فيه. نعم. فكيف لك أن تأمرني بغسل والله أمرني بالمسح؟ إذن من هنا بدأت البداية. من هنا كان بدأ الشك. لم تكن لي القدرة على البحث، ولا لم يكن لي يعني الزاد المعرفي حتى أبحث. سألت لم أجد إجابة، بقيت إلى سن 11 بدأت رحلة البحث الجدية. نعم. يعني ما زلتم في يعني سن مبكر وبدأتم بالبحث. نعم. حول هذه المواضيع، خلينا نقول أنه العقائدية والدينية عادة في هذا العمر المبكر أنه لا يولي الناشئة قد يكون اهتماما بليغا في هذه الأمور العقائدية البحتة كمسألة الوضوء والمعتقدات وغيرها. لا، هنالك كثير من الأطفال يتساءلون، لأنه الإنسان يولد بفطرته مؤمنا. نعم. كل إنسان يولد مؤمن، لكن المجتمع الذي يعيش فيه هو من يقرر طريقه واتجاهه الديني. لكن كل طفل عنده تساؤلات، هنالك أمور يسأل فيها ويقول لماذا كذا لماذا كذا. نعم. المشكلة في العائلة أنها لا تجيب الطفل. الكثير صدقا أنا أرى الكثير من الناس بسبب كتب معينة، بسبب أمور لم يقبلها عقلهم. نعم. اختاروا دين آخر، خرجوا بالفعل. من الإسلام. بالفعل. لكن أنا الذي كنت عليه الحمد لله كنت أرى أن هذا الكون يستحيل أن يكون مسير من قبل أكثر من شخص، أو أيضا يستحيل أن يكون هذا الكون بدون قائد. أحسنتم. فالإله الواحد الأحد هذا الذي سيوصلني إلى الطريق الحمد لله. الحمد لله. صراحة يعني ذكرنا خلف الكواليس أنه موضوع مهم، يعني لم تؤثروا على أنفسكم فقط، وبالتالي أنه غيرتوا مجرى طريقكم واعتنقتوا إن شاء الله المذهب أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. هي أعظم مدرسة بالتاريخ، مدرسة محمد وآل محمد سلام الله عليهم، بل بات التأثير حتى على أسرتكم وأفراد أسرتكم، بحيث أنه دخلوا بحمد الله تعالى إلى مدرسة أهل البيت. الصعوبات اللي واجهتوها، المعوقات، وأكيد كل احنا نعرف أنه قد يكون بعض من الأهل عندهم في التطرف معين أو تعصب، بحيث الابن إذا طرح فد معتقد معين أو حتى فكرة يواجه بالصد. كيف واجهتم هذه المسألة؟ في بدايتي أولا بحثت، ثم فهمت جيدا ما أنا عليه، ثم بعد ذلك بدأت التحدث في الأمر مع أهلي. إذن بداية تسلحتم بالموضوع. نعم. بالمعلومة نعم. الصحيحة. لا يمكن أن أخوض في موضوع مع عائلتي خاصة أو مع أي أحد دون أن أكون قادرة على إيصال الفكرة التي أنا أعتقد وهذه هي عين الصواب. نعم. فبعد أن عرفت جيدا الطريق الذي أسير فيه اخترت أن أخذ أهلي معي. الحمد والشكر له أن أبي وأمي، نحن في تونس عندنا الدولة الفاطمية. نعم. في تونس هنالك الكثير من الشيعة وهم لا يدرون. شيعة نعم. لكن لا يدرون، ناس بسطاء، قلب نظيف وطيب وطاهر، لا يعرفون فلان وعلان. عندهم محمد، علي، الزهراء عليها السلام بنت النبي. صحيح أنهم لا يعرفون التفاصيل الكثيرة ولا نعم. يخوضون فيها، لكن الدين عندهم الله، محمد، علي، وفاطمة. نعم. يحتاج لهم إلى هداية. نعم. يحتاج لهم إلى إرشاد. الحمد لله. نعم. أهلي لم يكن أمرهم صعب. كانت أختي الكبيرة شوي صعب، إنه كيف طيلة هذه السنوات كنت أحب هؤلاء الأشخاص وأقتدي بهم، فجأة أنحاز عن الطريق. وأيضا كيف لأختي الأصغر مني إنها
تريني طريق لم أره أنا، نعم أو بالفعل. وتغير عقيدتي، نعم لكن في النهاية آه، أيضا هي تشيعت الحمد لله. الحمد لله، موفقين حتى إن شاء الآن الله. عندنا أجيال 60 متشيعين، 50، 30، مهم. 20، عندنا حتى ال5 سنوات. نعم الحمد لله. الحمد لله. ست ذكرتم ألا أنه يعني طرحت على حضراتكم سؤال أنه من أين أتت لكم وما زلتم إن شاء الله تتمتعون بهذه الإرادة والعزيمة التي ما زلتم إن شاء الله متواصلين بهذا الطريق، هو المحاورة لنهج أهل البيت عليهم السلام، بحيث أنه قدر الإمكان يعني حسب أنه تتاح لكم الفرصة تنشرون مذهب أهل البيت عليهم السلام، وأعتقد هذا توفيق لا يناله إلا ذو حظ عظيم. ذكرتم مسألة مهمة وصراحة أنه يعني ظلت ببالي، أنه هذه العزيمة والإصرار استلهمتها من شخصية السيدة الزهراء عليه السلام، وبما أنه كنتم لا تعلمون شيء أو خلينا نقول أنه بمعلومات دقيقة على شخصية السيدة الزهراء عليه السلام، ما هي الأمور اللي لفتت انتباهكم بشخصية السيدة الزهراء عليه السلام بحيث أنه أصبحتم تبحثون أكثر وأكثر حول شخصية العظيمة؟ نعم، الزهراء عليها السلام حينما احتاج الأمر أن تتدخل وتطالب بحق زوجها لم تتوانى ثانية في المطالبة به، وكانت واقفة وتساند زوجها وتطالب هي بحقه، تطلب حقه. ليست إنسانة يعني سكتت عن الحق. لماذا أسكت أنا عن الحق وأنا أقول يعني لساني فقط يقول أني أتبع الزهراء وقلبي لا يتبع؟ لا، أريد أن أكون متبعة للزهراء عليه السلام حتى في هذه التفصيلة. نعم. لعلها على البعض تصعب، لكن هو أمر سهل، هي كلمة حق. قل تلك الكلمة واترك الشخص إن اختار طريق اليمين فليمشي في اليمين، إن اختار شمالا فليمشي شمالا. فأنا اخترت طريق الزهراء عليه السلام حتى في قول كلمة الحق. أنا في فترة من الفترات لم أكن قادرة على إيجاد خيط ولو صغير يوصلني إلى المعلومة. في تلك الفترة التي تشيعت فيها ما كان عندنا كتاب شيعي أو حتى موجود، لكن أنا لم أكن أعرف أين. فأنا الآن أحاول أن أوصل كل معلومة كانت صعب علي أن أصل إليها في ذلك الوقت. أريد أن أسهل للناس. هو في النهاية اتباع طريق الحق هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، والله عالم بسرائرنا. ليس أنا من أقرر أو فلان أو علان، لا، أنا أقول هذا طريق الحق وهذه أحسنتم. كلمة الحق اتبعوها. أحسنتم كثيرا. كلمة أخيرة تحبون توجهوها ليس فقط للمجتمع العراقي ولا للمجتمع التونسي بل للعالم العربي بل العالمي وهم يشاهدون إن شاء الله عبر شاشة قناة كربلاء؟ أولا أريد أن أقدم شكر خاص لأهل العراق. أنا دائما قبل كنت أرى وأشاهد حسن أخلاق وكرم العراقيين في الزيارة إلى آخره، لكن عندما أتيت وعشت بينهم رأيت شيئا آخر. الحمد لله. وأحسست بمعنى الكرم العراقي. كنتم أكيد تستمعون عبر الفضائيات لزيارة الأربعين. نعم وغيرها. أكيد. لكن أنا لمستم الحمد لله. فأنا أشكرهم جدا على حسن ضيافتهم لنا من كل أنحاء العالم أتينا، لكن خصصوا مترجمين يعني لا تحتاج إلى أي شيء عندما تأتي إلى العراق. هذه أول نقطة. أيضا أشكر القائمين خاصة على هذا المهرجان لأنهم أتاحوا لنا هذه الفرصة. وأقول لكل امرأة مسلمة، وحتى سأبدأ بالمسلمة، نعم، كوني مثل الزهراء. لن نكون مثلها لكن حاولي أن تكوني مثل الزهراء عليه السلام، فأنت كيان، ليس فقط كائن بل كيان. أحسنتم. النقطة الثانية أريد أن أقول إلى من يريد تشويه صورة الامرأة المسلمة ويصوروها بأنها مجرد أنثى ضعيفة ليس لها مكانة وليس لها عقل وليس لها فكر وليس لها كيان. أقول لهم نحن كنساء نحن سعيدين جدا بما نحن فيه وبما نحن عليه. نحن عندنا كيان، عندنا شخصية، وعندنا مكانة ضمنها لنا الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قدوتنا الزهراء عليه السلام جعل منها الله سبحانه وتعالى سيدة نساء
أهل الجنة وسيدة نساء العالمين. أحسنتم أيضا كثيرا. وست طبعا صراحة نشوف أنه المرأة التي تقتدي قولا وفعلا بمولاتنا السيدة الزهراء عليه السلام تكون صاحبة شخصية قوية نعم. بكل مفاصل حياتها، بأسرتها، بعملها، تعرف أنه كيف تتحدث، كيف أنه تتعامل مع مواقف الحياة الصعبة. فلذلك طبعا دعوة من خلالكم وإلى كل إن شاء الله السادة المشاهدين، ونخص بالذكر طبعا النساء اليوم في المجتمع الإسلامي والمجتمع العالمي طبعا بصورة عامة، أنه يعني قدر الإمكان يبحثون أكثر إن شاء الله في شخصية السيدة الزهراء. طبعا لا يسعنا إلا أن نذكر جنابكم الست الفاضلة، وإن شاء الله توفقون دائما وأبدا في خدمة أهل البيت عليهم السلام. شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدينا الكرام إن شاء الله ما زلنا طبعا متواصلين وإياكم اليوم ويوم غد وبعد يوم غد في هذه الحلقات، ونحن نستضيف الوفود الذين شرفونا في الوصول طبعا إلى العراق والمشاركة في هذا المهرجان المبارك العظيم، خصوصا في هذه السنة في نسخته الثالثة. هناك تغييرات كثيرة صراحة ألفتت انتباه وجذبت أنظار يعني المعظم والأغلبية طبعا من الحضور. نسأل الله عز وجل إن شاء الله السداد والتوفيق أيضا للرعاية المباركة للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة. مشاهدينا انتظرونا يوم غد وفي ذات الوقت نستودعكم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.